إدارات بتتعاقب بعد الله يرحمه كمان الحاج طبعا سيد متولي. مفيش استقرار، ليأتي هذا الرجل ليضع الاستقرار في النادي المصري البورسعيدي. والأول مرة كلام بعد تعيين هذا الرجل رئيس للنادي المصري عن رحيله بتطلع مظاهرات تطالب ببقائه. زمان كان البعض بيدفع فلوس عشان يفضل في الكرسي، لكن الراجل أنجز من خلال عمله، من خلال استقرار اللعيبة، من خلال جهاز فني، من خلال أداء مميز جدا على مدار الموسم الماضي. وهذا الموسم بيبدأ بفوز كبير على المحلة ويتصدر الدوري هو والمقصة، بل بالعكس المقصة لعب على أرضه والمصري لعب خارج أرضه وفاز على غزل المحلة 3-0. كان لازم يكون معايا هذا الرجل عشان أدخل جوه فكره ودماغه، دماغه الاستثمارية، دماغه وحبه لبورسعيد اللي عاش فيها. نتكلم أكتر وأكتر عن نادي بورسعيد وطموحات هذا الرجل مع هذا النادي الفترة القادمة. معايا ومعاكم طبعا الأستاذ كامل أبو علي. أستاذ كامل، مساء الخير يا كابتن. ازي حضرتك؟ الحمد لله، متشكر جدا على هذه المقدمة يعني. أستاذ كامل، أنا شكرا. والله العظيم أنا ما بجاملش، بس أنا بشوف إن أنت أكثر رجل أعمال توليت إدارة نادي وأضفت للنادي. مع احترامي في رجال أعمال كتير جدا جم، ولكن لا يوجد سيستم. انا شايف ان حضرتك ماشي بسيستم، شايف ان انت بتصرف، شايف ان انت بتجيب لعيبه على اعلى مستوى، شايف ان انت كونت فريق محترم. عشان كده حضرتك متواجد معانا النهارده، هنتكلم ونفتح امور كثيره جدا ان شاء الله. استاذ كامل، يعني مش عايز ادخلك، احنا في الجزء الثاني هنتكلم على المصري باستفاضه، بس حبيت ان حضرتك تبدا معايا الحلقه نعلق على الاحداث اللي بتحصل في الرياضه في مصر. بدايه النهارده لجنه المسابقات، هو طبعا ده يمكن ليه توابع من الشارع نفسه. يعني بالفترة اللي احنا عايشينها، عدم وجود الامن، اي حد بيعمل اي حاجة. انت النهاردة يعني بنخاف حتى نمشي في الشارع، بنخاف حتى نتكلم مع الناس. وده شعور يعني اقدر اقول لك يمكن اكتر من 90% من المصريين نفسهم. يعني احنا النهارده عايشين في فترة صعبة جدا، وديت يعني احنا كلنا حاسين بيها، لكن للاسف ما بنعالجش. اللي حصل في ماتش المحله من الجمهور ده برضه المحله والمصري ده توابع. عشان كده يمكن يوم الخميس قعدت مع الروابط في النادي المصري، واكدت عليهم وبينت لهم يعني ايه الخطوره في ان الشماريخ او اي حاجه او السب او اي، يعني حبينا ان احنا نوضح ده للجمهور بتاعنا للروابط علشان نبتدي موسم كويس. خصوصا السنه اللي فاتت الموضوع ده كلفنا نص مليون جنيه غرامات على النادي المصري السنه اللي فاتت، والانديه مش بسبب الشماريخ. يعني انت هتدفع شماريخ ولا هتصرف على النادي؟ فالموضوع لازم يتحل، لازم يتلاقي له حل. انت عارف النادي الاهلي 2 مليون السنه اللي فاتت تقريبا 2 مليون بغرامات الاتحاد الافريقي. بالاتحاد الافريقي مبلغ كبير جدا برضه. بس انا عاوز لك حاجه، يعني انا سالتك في بدايه كنا قاعدين، بتيجي منين الشماريخ دي؟ قلت لي بتيجي من السويس. من السويس. طب نروح نقفل المكان ده. انت عارف دي بتاعت السفن اساسا، بتاعت السفن عشان مش عارف حاجه مخصوصه للسفن، حاجه مخصوصه للسفن. طب دي حاجات دي يعني الشرطه ندور على الناس ديت، ندور المنبع نفسه لازم نجيبه. انت عارف جماهير النادي الاهلي خصوصا يعني بتقول لك حاطه يافطه وتقول لك ما تعلمنيش ازاي اشجع. انا شفتها. انت اما ارمي شمروخ في الملعب تحاسبني. ولكن هنا السؤال، هو الشماريخ دي بتخش ازاي كل مره؟ اكيد طبعا بتخش زي في كل انديه مصر. دخول الاستاد كده عادي بالشماريخ. الناس بقت صعبه جدا يا خالد. الناس بقت صعبه جدا، ممكن تقل اداب على اي حد. يعني عاوزين الموضوع ده يشاف له حل. يعني انا مع العقاب يكون قاسي جدا. يعني انا مع هذا الاسلوب. علشان لينا طريق. يعني امبارح شفت برشلونه وشفت ريال مدريد، مفيش حاجه من الحاجات دي نهائي. يافطه هي مش هتعلمني. هقول لك حاجه هي ثقافه. هو الفرق بيننا وبين
الدول التانية الاوروبيه، الاوروبيين بياخدوها يعني ان هو يروح مباراه، ده عباره عن يوم ترفيهي، حاجه جميله جدا. يعني ساعتين 3 ساعات بيقضوهم في الاستاد، حاجه ترفيهيه، حاجه جميله جدا. احنا بنروح عشان نتخانق. طب في نيو شاتل مثلا، حضرتك كنت مسؤول عن نيو شاتل في فتره من الفترات، نيو شاتل السويسري، سويسرا كانت الحياه عامله ازاي؟ لا ما فيش، حتى في كاس اوروبا عمرها ما حصل حاجه دي خالص. ما تحصلش. الناس واخداها ان هو واخد ابنه ورايح، او واخد مراته ورايح، ده بيقضي يوم جميل جدا، بياخد ده سهره جميله، سهره كرويه. فدي انا حتى اقول لك ازاي، يعني مثلا ايه، مثلا نلعب الاربعاء او الجمعه والسبت، الواحد يعني فرحان قبلها بيوم عشان رايح المباراه، عشان انت بتقضي وقت جميل جدا، يعني بتشوف صحابك، بتتكلم، بتعيش حياتك، يعني حاجه جو محترم. من خلال وجودك في اوروبا فتره كبيره يا استاذ كامل، عمرك شفت دوري من 19 نادي او فردي بصراحه؟ لا ده لا، ولا حصل السنه دي في مصر، مش يعتبر ما بيحصلش في العالم خالص يعني. اللي حصل عندنا السنه دي ما بيحصلش في اي حته في الدنيا. اللي عندنا بس. ما احنا دايما اوفر في كل شيء. يعني احنا مثلا لما نيجي الدوري 19 والاحزاب بقوا 40، يعني مفيش حدود، مفيش حاجه وسطيه. لا ابدا، لازم نكون مختلفين. احنا لازم نكون مختلفين خالص في اي حاجه. وهتشوف انتخابات الرئاسه هيطلع ترشح 40 واحد 50 واحد، بره مثلا بيحصل 2 او 3، يعني هنكون اوفر. احنا لازم اوفر في كل شيء. طيب على العموم معانا الاستاذ عامر حسين رئيس. اتفضل يا استاذ كامل، ايه رايك؟ هو كلامه صح 100%، زي بس احنا برضو عاوزين يعني تكون التوعيه اكتر من كده للناس. الناس ممكن ما تعرفش، حتى الابهات يعرفوا ينصحوا اولادهم، كلها اولاد صغيره يعني. احنا عاوزين الموضوع ده يعني يكون في تركيز جامد جدا اعلاميا عليه، وفي نفس الوقت برضو يكون على البوابات الاهليه يكون في حزم اكتر ما هو موجود دلوقتي. انا عن نفسنا هنبتدي بكده ان شاء الله. ان شاء الله. انت ممكن الماتش الجاي تلاقي نفسك بتلعب بره بورسعيد، ودي مشكله جامده جدا. لا ده مصيبه. مصيبه بصح. طيب تعال نروح هو يعني لعب الكراسي. يعني او بمعنى صح يعني ما فيش نظام. يعني انا اول مره اسمع الكلام ده، اعرف الكلام ده. ما اعرفش ان اتحاد الكوره في المؤتمر الصحفي، طب نفرض، طب ده النادي الاهلي، طب مثلا نادي زي النادي المصري دلوقتي في الاستاد عندنا، فلما بيحصل مباراه هل اتحاد الكوره هيجيب اليافطه بتاعته يحطها ورانا؟ ولا يعني الكلام ده مش مفهوم. يعني هي المفروض الماتشات بتاعت الانديه بتبقى بتاعته هو، ما يحطش راعي، ولا مؤتمر صحفي ده هو بص احنا عاوزين مره نحل مشاكلنا، نحلها خالص. هذا الكلام ممكن كله يتحل، بس في حاله واحده فقط، لو عملنا رابطه الانديه. الدوري رابطه الانديه، لان تاخد مثلا الدوري الايطالي او الاسباني او الانجليزي، تاخد اي رابطه، مش عايزين نختلف، ناخد اي واحده منهم، على اي حد عندهم احسن من اللي عندنا، احسن من النظام اللي عندنا. رابطه الانديه دي بتدي الاستقلاليه للانديه بعيد خالص عن اتحاد الكوره. يعني المشكله عندنا هنا في مصر ان اتحاد الكوره وضع ايده على نفس الانديه. وتلاقي الحاجات دي يمكن موجوده من سنه فوق الخمسينات ولا الستينات. العالم بيتطور واحنا بنرجع لورا او محلك سر. فاحنا عاوزيننا، اللي احنا عملنا كذا اجتماع مع كابتن حسن حمدي ورؤساء الانديه علشان موضوع الرابطه، وبعدين اخذنا فيها خطوه السنه اللي فاتت، والساده المستشارين ما حصلش بعد كده حاجه خالص بعد كده بتتم. يعني قصدي اقول لك احنا عاوزين مره نطلع خطوه خطوتين لقدام علشان نحل كل هذه المشاكل. رابطه الانديه هو الحل الوحيد ان الدوري المصري يبقى دوري محترم. طيب باشمهندس